قصة حياة الراقصة المعتزلة منى السعيد. راقصة بدأت حياتها في الرقص في الملاهي والفنادق وكباريهات لندن، وجاءت إلى مصر بصحبة الفنان سمير صبري. منى السعيد هي راقصة وممثلة مصرية، اتولدت 2 ديسمبر عام 1961، أي إنها الآن تبلغ من العمر 59 عام. بدأت الرقص في لندن في الملاهي والفنادق والكباريهات، ثم أتت إلى مصر بصحبة الفنان سمير صبري، واتجهت إلى التمثيل وشاركت في عدد كبير من الأفلام. رغم أنها لا تتمتع بجمال لافت، لكنها كانت بتمتع بأنوثة طاغية، وقد شاركت في عدد كبير من الأفلام، وكانت أعمالها تميل إلى الإغراء. بدأت الفن أو كان أول ظهور لها في السينما عام 1977. أشهر أدوار ظهرت فيه وبرزها هو فيلم التوت والنبوت، التي نالت فيه شهرة واسعة في فترة الثمانينات، وكانت شهرتها هي سبب لانطلاقها في عدد كبير من الأفلام الأخرى. لم تخلي مشاركتها في هذه الأفلام من تقديم مواصلات رقص عن تجسد شخصية الراقصة في كثير من الأفلام. منى السعيد أنتجت عدد كبير من الأفلام التي شاركت فيها. من هذه الأفلام التي شاركت فيها هو خلطة بيطة عام 1994، وكان مع الفنان محمود عبد العزيز. طعمية بالشطة عام 1993. امرأة تدفع الثمن عام 1993. قانون إيكا عام 1991. والتوت والنبوت عام 1986. وكلام في الحب عام 1970. وسنوات الحب قوم الشقافة. اعتزلت التمثيل بعد آخر أفلام لها كان عام 1994، وكما اعتزلت الرقص، وظلت فترة طويلة غائبة عن الميديا وعن الشاشة. لكن هناك كان آخر أخبار تداولت لها هي كانت مشاجرة نشبت بينها وبين مواطن أمام السفارة اليونانية عام 2014، عندما وكلته يقدم الشكر لتركيا، فاتهمته بعدم الوطنية، وقام بتقطيع الباسبور الخاص به أمام السفارة. قامت بتطبيخه وسجلت المشاجرة بالفيديو. شاركت في كثير من لجان التحكيم للرقص الشرقي خارج مصر، مثل زيزي البدراوي، زيزي مصطفى وغيرها. وشاركت في مهرجانات مهمة في أوكرانيا وروسيا والبرازيل. قامت بتكريمها في الرقص الشرقي من قبل حسن علي منظم مهرجانات الرقص الشرقي، وتم تكريمها. كما قام بتكريم الفنانة نجوى فؤاد وزيزي مصطفى ومنى السعيد إلى أيضا، وكما بالإضافة لمصمم الرقص حسن خليل في خلال افتتاح الدورة الرابعة بفندق ميريديان الهرم. وهذه هي كانت معلوماتنا أيضا عنها، أن هي تزوجت من الممثل زي الراحل طلعت زين، ولكنها لم تستمر هذه الزواج. هذه كانت معلوماتنا عن الفنانة والراقصة منى السعيد.